سلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بألف خير. عملنا مع بعض قبل كده سلسلة من الايس كريمات، وبجد كان كل اللي بيدوق منه ما بيصدقش ان هو معمول في البيت خالص. حاجة كده مظبوطة 100%. وزي ما احنا ما متعودين، طريقة سهلة ومقادير بسيطة، والنتيجة زي ما انت شايفة كده خطيرة. تقدري تشوفيهم، هتلاقيهم موجودين عندي على القناة. ان شاء الله هنحضر مع بعض النهاردة معشوق الجماهير، بجد الايس كريم الوحيد اللي الكل بيحبه وبيتفق عليه. هنعمل ايس كريم فانيليا بطعم كريمي وغني، وحاجة كده مظبوطة 100%. تعالوا بينا نسمي بسم الله ونشوف الطريقة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايكات وشير كتير للفيديو. في البداية كده عشان نعمل ايس كريم فانيليا لازم نحضر حليب مكثف محلى. هنحضره مع بعض بطريقة سهلة جدا ومقاديره بسيطة خالص. في الكبة كده او في شفشق الخلاط هنزل بنص كوباية سكر بودرة، وعليها نص كوباية لبن بودرة. هنزل كمان عليهم بربع كوباية مية دافية صغيرة، ده المقدار اللي انا نزلت بيه، ربع كوباية صغيرة. هضرب بقى كده في الكبة الكلام ده ضربة كده كويسة، واول باول كده كنت بنزل الجناب بالاسباتيولا. بعد كده هضيف عليهم معلقة زبدة سايحة صغيرة او معلقة سمنة سايحة صغيرة اللي موجود عندك. هضرب بقى كده الخليط ضربة كويسة جدا، وبكده يكون جاهز معانا اسرع واجمل واحلى حليب مكثف محلى. هفضيه بقى كده زي ما انت شايفة في بولة، وده بيكون قوام الحليب المكثف. كمان لما بيقعد شوية بيتقل عن كده. تعالوا نجهز مع بعض بقى الكريمة بتاعت الايس كريم. معايا كده بولة فاضية هنزل عليها بنص كوباية كريم شانتيه خام او نص كوباية دريم ويب. هنزل كمان عليها بربع كوباية سكر بودرة، ربع كوباية صغيرة، ولو الكريم شانتيه بتاعتك محلى ما تضيفيش سكر خالص. نزلت كده كمان مع عليهم بنص كوباية مية ساقعة متلجة. بالمضرب بقى كده الكهربي او اليدوي هضرب بقى الكريمة كويس لغاية ما القوام بتاعها يتقل جدا بالشكل ده كده. علشان اعزز نكهة الكريمة هضيف لها كده نقطتين 3 من الفانيليا السايلة، ولو مفيش فانيليا سايلة ضيفي كده كيس فانيليا باودر. هبدأ بعد كده اضيف الحليب المكثف اللي عملناه. حقيقي بجد من اجمل واحلى واسهل الطرق للايس كريم. الطريقة دي هتجربيها وهتعجبك قوي. طعم الايس كريم فانيليا كده طعمه غني وطعمه حلو جدا، كمان السكر بتاعه مظبوط جدا. بقلب بقى كده الكريمة مع الحليب المكثف تقليبة كده كويسة، بحيث اتأكد ان كله تجانس كده مع بعضه وبقى كده خليط واحد. شايفة كده المطة الحلوة بتاعت الايس كريم دي؟ وبكده يكون جاهز معانا ايس كريم الفانيليا. بجد مش هياخد في ايدك 5 دقايق تحضير. عندي بقى كده شويه شوكليت شيبس ضفتهم كده في قلب الايس كريم. طبعا الخطوه دي اختياريه، حابه تضيفي كده شوكولاته في قلب الايس كريم اللي يعجبك. عندي بقى كده علبه ناشفه تماما ما فيهاش اي ميه خالص، هبدا كده اصب فيها الايس كريم. شايفه كده واخده بالك من المطه الحلوه دي؟ بساوي بقى كده الوش بتاع الايس كريم كده، بساوي كده بالسباتيولا عشان يبقى السطح بتاعه كده او الوش بتاعه ناعم خالص كده. بعد كده بخبط خبطتين 3 كده على العلبة بحيث اطلع منها اي فراغات هواء. هغطي بقى كده العلبة بستريتش راب او كيس نايلون، وبعد كده بالغطا بتاع العلبة وعلى الفريزر على طول على الاقل 6 ساعات. وتعالوا نشوف مع بعض بعد ما عدى 6 ساعات على الايس كريم عامل ازاي. ايه رأيك بقى في علبة الايس كريم دي؟ شكلها كده حلو جدا. تعالوا بقى كده نصب الايس كريم مع بعض في البولات كده. طبعا مش هنوقف نفسنا على حاجة، لو مفيش المعلقة بتاعت الايس كريم طبعا هنصب باي معلقة موجودة عندنا.
اهم حاجة طبعا الطعم. ايه رأيك بقى كده في قطع الشوكولاتة اللي في قلب الايس كريم دي؟ وده بقى بيكون شكل البولات بعد ما صبينا كده فيها الايس كريم. عايزه اقولك ان طعمه حلو جدا، وكمان السكر بتاعه مظبوط جدا جدا. اعمليه كده لاولادك في البيت، فرحيهم. هتعملي لهم طبعا كميه كبيره، زي ما انت شايفه كده العلبه اللي احنا عملناها مع بعض دي ما شاء الله وزنها كده حوالي نص كيلو، من نص كيلو لكيلو الا ربع كمان. طبعا زيني بقى كده البولات بتاعت الايس كريم كده ودلعيها باي صوص موجود عندك. انا هنا زينت كده بصوص كراميل. طبعا الميكس ده حلو جدا، الكراميل مع الايس كريم الفانيليا، ميكس كده خطير. وطبعا لو مفيش صوصات الساده طبعا احلى واحلى. حقيقي بجد من اجمل واحلى الطرق اللي جربتها وعجبتني جدا الطريقه دي. كمان ايس كريم الفواكه معمول بالفواكه الطبيعيه بدون اي منكهات صناعيه خالص، حاجه كده طبيعيه وبيور طعمها خطير. جربي طريقتي في الايس كريم دي وهتعجبك جدا. بصي كده المطه الحلوه بتاعت الايس كريم دي، طبعا من نجاح اي وصفه ايس كريم تكون فيه المطه الحلوه دي. بالهنا والشفا مقدما، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.